خلص خلاص ويوم جديد، هنتكلم شوية بالعقل ونقول حلول من وجهة نظرنا يمكن تنفع أو حد يسمعها. فنتكلم شوية بهدوء. امبارح كان الواحد متنرفز، الواحد ما كانش عاجبه اللي حصل. ففي شوية نتكلم فيهم بهدوء كده ونحاول يعني نوجد حلول للموقف اللي احنا فيه. تمام، ونشوف اللي حصل وتفسيره ونتكلم بالراحة كده. بس قبل أي حاجة عايزين كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ومتنساش تضغط لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح الاهلي تعادل مع الزمالك 1-1 وكلنا عارفين. ليه انا ما اطلعش بعد ماتش الاهلي؟ ليه ما بقيناش نعمل زي زمان؟ ليه ما اطلعش اعلن عن عقوبات للعيبه؟ ان اللعيب ده موقوف واللعيب ده موقوف. يعني فيها ايه لما اوقف الشناوي؟ فيها ايه لما اوقف رامي ربيعه؟ فيها ايه لما اوقف كوكا؟ اللعيبه دي فيها ايه لما توقف حسين الشحات؟ فيها ايه لما يتوقف؟ فيها ايه لما اوقف اللعيبه ديت؟ اللعيبه المقصره دي ما تتوقف؟ وانت توقفهم وتلاعب لعيبه بدلهم. طلع لي ناشئين يا عم يلعبوا بدلهم، هخسر الدوري وماله، مش مشكله. بس لازم يبقى عندي السيستم بتاع زمان. اللعيبه بتتوقف عادي. انت غلطت، انت مش قادر تشيل تيشيرت النادي الاهلي، اتوقف ما تلعبش. ما تلعبش، ما هو الجمهور مش هيفضل مستحملك كل ده. الجمهور انت ممكن يجي فتره عليك مستواك لكن كل الوقت ده. تبص من امتى احنا بنقول الشناوي ورامي ربيعه وحسين الشحات اكتر ثلاثه مستواهم ضايع؟ بقالنا فتره، يعني بقالنا فتره بنتكلم عليهم اكتر ثلاثه مستواهم ضايع. فلحد امتى افضل مستحملهم؟ يعني لحد امتى احنا كجمهور هنفضل مستحملينهم؟ لا، يتوقفوا شويه، يتوقفوا يعرفوا ان في خلاص، انت ممكن في لحظه تبقى بره النادي. يعني انت ده تخيل الاتنين كباتن، اول اتنين كباتن عندي سواء الشناوي ولا رامي ربيعه، الاتنين ما ينفعوش يبقوا كباتن قسما بالله. يعني الشناوي ما ينفعش يبقى كابتن. الشناوي اللي راح للجمهور قال لهم ما تروحوش للجمهور، ورامي ربيعه اللي طلع على قناه النادي قال لك اللي مش عاجبه رامي ربيعه ما يتفرجش على الاهلي لحد ما اعتزل. يعني اكن النادي بتاعه. فدول الكباتن بتوعك، انت فاهم؟ دول الكباتن بتوع النادي الاهلي. فليه ما وقفش الناس دي؟ ليه ما وقفهمش والعب بناس تانية يا عم؟ لو ما عنديش لعيبه هلعب بناشئين، ما ان انت عندك لعيبه. يعني انت لو شلت الشناوي ووقفت شوبير ايه اللي هيحصل؟ انا متهيألي يعني مفيش حاجه هتحصل، ده بالعكس انت هتستفيد. لو طلعت ربيعه ولعبت العش جنب اشرف داري ايه اللي هيحصل؟ ما اعتقدش ان في حاجه هتحصل. متهيألي خط الدفاع يبقى احسن. بالراحه اهو. لو شلت حسين ولعبت عبد الله، محمد عبد الله، اديت بقى محمد عبد الله بقى المطوشه كلها. لاعب صغير لو غلط انا مش هزعل منه، لانه لسه لاعب صغير. حتى لو غلط انا مش هزعل منه، لسه لاعب بياخد خبره والكلام ده. لكن انت جايب لي حسين الشحات، لاعب عنده خبره، لاعب عنده حاجه و30 سنه. يعني المفروض مر بكل حاجه. يعني المفروض خبرته تسمح له ان هو يقدر يشيل الفريق في الوقت اللي مثلا الفريق فيه وحش، ولايه هو اوحش واحد في الفريق. فلا، الناس دي لازم تتركن شويه. الناس دي لازم تقعد على الدكه شويه. دكه ايه؟ الناس دي تطلع بره القايمه شويه. واحد زي كريم نيدفيد ده هو ما لعبش امبارح، بس انت ليه اصلا بتدخله القايمه معاك؟ فاللعيبه دي لازم تفوق. فهتفوقها ازاي؟ اللعيبه بتاخد فلوس، اللعيبه ما عندهاش مشاكل. فاللعيبه دي عادي هي خلاص. ده غير ان اللعيبه ما بقاش عندها دوافع. دي بقى حته تانية، يعني هننقل لحته تانية. اللعيبه ما بقاش عندها دوافع. المدرب هم عارفين ان المدرب مقتنع بفلان وعلان وزيدان، فالناس دي هتلعب حتى لو هم وحشين. فخلاص انا هشتغل على نفسي ليه؟ يعني انا هشتغل على نفسي ليه؟ اللي بيبتدوا يشتغلوا على نفسهم واحد زي محمد عبد الله، واحد زي احمد رضا. الناس الجديده اللي هي ايه، عارفه ان لازم اشتغل على نفسي عشان المدرب يشوفني عشان اعرف اخد فرصه. لكن اللعيبه التانية هم عارفين ان هم كده كده موجودين، مش هيشتغلوا على نفسهم ولا هيهينوا نفسهم في الملعب ولا هيهينوا نفسهم في التمرين. هو خلاص احنا جايين موظفين بنعمل شغلنا وخلاص. فلازم في دوافع تدخل الفريق. هنتكلم في حته صغيره. طب انا دلوقتي آه لو مجلس الاداره مثلا في نيته ان هو يمشي كولر، مثلا لو هو مثلا في دماغهم قال لك لو كولر خسر دوري ولا افريقيا هنمشيه. فلو انت في نيتك ان انت تمشي كولر لو خسر دوري او افريقيا، يبقى مشيه دلوقتي. مشيه دلوقتي. تقدر تجيب مدير فني يلعب الاربع ماتشات بتوع الدور الاولاني اللي اعتقد ان هم سهلين يعني بنسبه كبيره، وبعد كده تخش الدور التاني ولسه معاك شهر الافريقيا. فالمدرب يكون عارف الفرقه وعارف مين ده وهيمركز وهيلعب ده في مركز ايه وخطته هتمشي ازاي. فانت تلحق تجيبه دلوقتي. ما تستناش ان انت تيجي كمان شهر ولا حاجه تمشي كولر فتجيب مدرب، فالمدرب جاي على يعني على اول ماتش في افريقيا، فالدنيا تايهه منه، فالدنيا تلوظ خالص، فنروح في حته مش كويسه. انت لو في نيتك هتمشي كولر قبل كاس العالم، لو غلط، يعني انت لو خلاص الموضوع اتقفل ان انت فاضل لك غلطه وهتمشي، لا، يبقى من دلوقتي الحل ان انا امشي دلوقتي واشوف مدرب تاني.
اي بقى مدرب تجيبه، مدرب مصري تجيبه، مدرب اجنبي تجيبه، مدرب افريقي تجيبه، اي حد، اي حد يخلق دوافع للفرقه. طالما انتم مش عارفين تخلقوا دوافع للفرقه، الطبيعي ان انت تخلق دوافع للفرقه ان هم يعرفوا يلعبوا، يعرفوا يكسبوا. انا اللي شايفه دلوقتي ان مفيش دوافع للفرقه اطلاقا. مفيش دوافع للفرقه تخلي فرقه بتلعب بالمنظر ده. بقالنا فتره على فكره بنكسب، بس احنا مش احسن حاجه. كنا بنقول كده كل فيديو بنصوره بنقول كده، بنكسب بس احنا مش احسن حاجه. تكسب الاسماعيلي 4 بس عندك مشاكل، تكسب قبلها عندك مشاكل، تكسب مش عارف عندك مشاكل. فانت لازم تحط ايدك على المشاكل ديت دلوقتي. دلوقتي انت لازم، دلوقتي قدامك حلين، هما حلين اتنين مفيش تالت. يا تقعد مع المدير الفني وتشوف هو دماغه رايحه فين وجايه منين وتخلق دوافع للفرقه. مش هتعرف تعمل ده، يبقى مشي المدير الفني بجهازه كله وهات هات جهاز جديد. هات جهاز جديد. ده غير اللعيبه اللي انت لازم تمشيها، بس طبعا دلوقتي مفيش فتره انتقالات، فلازم تمشيها. الشناوي لازم يطلع بره، رامي ربيعه لازم يطلع بره الفريق، الاتنين دول لازم يطلعوا بره. خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، الناس دي كلها لازم تطلع بره. الموضوع مش مفهوم. اللعيبه كانت زمان بتخاف من الجمهور والاداره وبتخاف من المدير الفني، اللعيبه دلوقتي مش خايفه من حد. مدير فني واقف على الخط. مش معنى كده ان انا ضد كولر عشان الناس تبقى فاهمه، انا بحب كولر، انا من الناس اللي بحب كولر، بس انا مش شايفه المدرب الواو. هو مدرب كويس بس، لكن مش المدرب الواو. انا بحب كولر تمام، بس خلاص بقى انت جيت وقفت في حته خلاص. انت جاي واقف في حته مش عارف تتحرك. انت مش عارف تغير حاجه في الفريق، مش عارف تعدل اداء فرد اللاعب، مش عارف تعمل شكل للفريق، مش عارف تدافع صح. يعني انت في ناس تقول لك ايه، اصل كولر مدرب بقى دفاعي. طب هو ما بيدافعش صح؟ يعني هو ولا هجومي ولا دفاعي، ولا بينظم فرقته في الدفاع صح، ولا بيهاجم صح. يعني ولا بينظم فرقته في الدفاع صح، ولا بيهاجمك صح، ولا بيطلع بكرة صح. ما تفهمش، هو في حاجة مش مظبوطة. مع ان كولر لعب معانا ماتشات كويسة وكان بيدافع كويس وبيهاجم كويس، في حاجة. ومحدش يقنعني ان المشكلة في اللعيبة، لان هي نفس اللعيبة اللي كانت مع كولر وكان بينفذ بيها الكلام ده، بل زاد عليهم لعيبة. فهي المشكلة مش في لعيبة اطلاقا. المشكلة عند الراجل، الراجل في حاجة مش مظبوطة. عايز يمشي بقى، الراجل بيزهقنا عشان يمشي، في حاجة مش مظبوطة. اللعيبة زمان كانت بتخاف من الجمهور. انا امبارح كنت في المدرج، لا ده مش مدرج النادي الاهلي بجد، مش مدرج النادي الاهلي. جمهور الزمالك عمال يشتم فينا، واللي ماسكين المدرج واقفين يا حسين يا شحات وتعالى يا سولية ومارسيل ياكولا. ايه يا جدعان، في ايه؟ في ايه؟ جمهور الزمالك قدامنا في 60 واحد بيوصلوا عشان الجمهور كله بيهتف مع بعضه، احنا واحد بس اللي واقف بيهتف، ناس سامعينه وباقي المدرج مش سامعه. ده بيهتف في كوكب وده بيهتف في كوكب، وهم كام واحد اللي قدام اللي واقف ماسك المدرج، وهم اللي بيهتفوا بس، ومحدش سامع. بقى الباقي بقى ايه؟ ده كلام سابق وده كلام متأخر وانت مش فاهم انت بتقول ايه. قصة قصة انت في مولد وصاحبه غايب، وكلنا عارفين الاسباب. فما ينفعش، ما ينفعش. وجينا اخر الماتش، اخر الماتش هي الحسنه الوحيده يعني في المدرج، ان جينا اخر الماتش جمهور الزمالك تحس ان هو ايه، هو انا لو ما اتهزقتش مش هروح مرضي، هم كده. ما حد يعني، احنا ما اتشتموش خالص والدنيا تمام وماشيين، لفينا خلاص طالعين على السلم ماشيين. جمهور الزمالك راح شاتم جمهور الاهلي، رحنا لافين تاني راجعين شتمناهم، راحوا ساكتين، ساكتين ومشوا. يعني انت مش هتمشي الا لما تتهزق؟ محدش شتمك مدغور وتمشي وخلاص يعني. ما مشيش الا لما تهزقوا. انت فاهم؟ يعني هم كده، هم غاويين تهزيق. وده هينقلنا لحته الزملكاويه بقى. الزملكاويه اللي فرحانين وطالعين زايطين، اتعادلنا مع فرقه المليارات، مع مش عارف ايه. يا ابني انت عشان فرقه صغيره فبالنسبه لك ان انت تتعادل معايا ده كويس. دي ملهاش علاقه. انا لما لعبت ريال مدريد كنت زعلان ان انا خسرت منهم، مع اني اشوف سكوادهم وفرقه بقى، مش يعني مش عارف اقول لك ايه، معاهم كل حاجه بالنسبه لي انا، وزعلت لان انا فرقه كبيره فانا نازل اكسب اي فرقه. لكن انت مش فرقه كبيره، انت لازم تعرف حجمك. انت لازم دلوقتي تعرف حجمك، ان انت فرقه زيك زي المصري، زي الاسماعيلي، زي انبي، زي بتروجيت، فرقه متوسطه الجدول عادي. بتيجي معاك تطلع تاني دوري عشان ما كانش في فرق في الدوري تطلع تاني دوري غيرك. لكن دلوقتي من ساعه ما الاسيوطي ظهر، انت بقالك ادي تالت موسم انت تالت دوري. انت السنه دي مش هتنافس على الدوري اصلا، انت السنه دي برضه هتبقى مركز تالت وهتلعب كونفدراليه والدنيا جميله. فانت لازم تعرف حجمك. انت مبسوط، انت مبسوط بالتعادل، انا مش مبسوط. احنا امبارح بعد الماتش ما خلص جمهور الاهلي كله طالع متنرفز وعمال يسب ويلعن، وهم عمالين يغنوا فرحانين بالتعادل. ده الفرق بيننا وبينهم.
ده فرق عقليه، ده فرق عقليه المشجع. مشجع هو عارف ان هو بيشجع فرقته على المستوى ده. هتقول لي اصل انا معيش لعيبه، واصل انا واصل انا واصل انا، ماشي يا حبيبي، ما هو انا ما كانش معايا لعيبه في موسم من المواسم، الموسم اللي الدوري كان مجموعتين وكنت بلعب كريم بامبو ورمضان صبحي، كنت مطلعهم من الناشئين وبلعب ناشئين وغلبتك وخدت الدوري، عشان عندي شخصيه النادي الكبير. انا نادي كبير، انا ما ينفعش انزل قدام اي فرقه في العالم العب على تعادل، ولا العب ان انا العب اوصل ضربات جزاء، ولا انا ما عنديش ديت. انا بنزل عايز اكسب. انا كعقليه جمهور ماليش دعوه باللي بيحصل في الملعب. انا كعقليه جمهور، انا بكلمك بقى كجمهور، ماليش دعوه بمين اللعيبه الاسماء اللي معايا، ولا ليا دعوه بالكلام ده. انا بكلمك كجمهور، كجمهور انا عايز انزل اكسب اي حد. ده الفرق بيني وبينك. اللي قدامي ده معاه كل نجوم العالم، انا عايز انزل اكسبه. انا عايز انزل اكسبه، ما فيهاش. لكن انت بالنسبه لك لا، في فرق. انا لعبت، بقول لك لعبت ريال مدريد يا جاحد وعايز اكسبه، وزعلان ان انا خسران من ريال مدريد، ومتاثر ان انا خسران من ريال مدريد. انت لا، انت بتلاعب الاهلي، وهو بالنسبه لك الاهلي فعلا فرقه، اكبر فرقه انت ممكن تشوفها في حياتك. انت ما بتوصلش الليفل اعلى من كده. انت الليفل بتاعك هو النادي الاهلي. يعني انت الليفل بتاع نادي الزمالك اللي هو اكبر فريق انا ممكن العبه في حياتي هو النادي الاهلي. ده الليفل بتاع جمهور الزمالك. انا اكبر فريق ممكن العبه في دنيتي الاهلي. ما هو ما بيروحش في حته، هو ما بيروحش في حته غير في افريقيا وفي مصر. يعني افريقيا وبيلعب كونفدراليه كمان. فبالنسبه له مين اكبر فريق في الليله دي كلها؟ النادي الاهلي. لكن انا بلعب انتر كونتيننتال وبلعب كاس عالم وبلعب دوري ابطال افريقيا، فعندي فرق كتير. يا راجل يا جاحد، ده انا في 2017 و2018 كنت بلعب بحمودي وميدو جابر وهشام محمد، وكنت بلعب بفرقه وسعد سمير، فرقه ما يعلم بها الا ربنا، وكنت بنافس وبوصل نهائي افريقيا، وبزعل ان انا بخسر وما معيش فرقه. ما بروحش اقول له ايه الحمد لله ان انا اتعادلت مع الفرقه دي، اصل الفرقه دي فيها نجوم وانا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. انت كل الكلام اللي انت بتقوله ده بيدل على عقليتك، وانت بتثبت لنفسك وبتثبت لنا، واحنا عارفين حاجه زي كده كجمهور اهلي، ان انتوا نادي وضيع، انتوا نادي صغير. انت فرحان بالتعادل مع الاهلي عشان انت نادي صغير، انت مش نادي كبير. انا امبارح من ساعه ما خرجت من الاستاد والرسائل عماله تجيلي من صحابي، مش عارف ايه، مبسوطين مبسوطين فرح، طايرين من الفرح، والله العظيم طايرين من الفرح ان هم تعادلوا مع الاهلي. انجاز، انجاز ان هم يتعادلوا مع الاهلي. هم كانوا جايين متوقعين ان هم يشيلوا 3 4، بس للاسف معانا مدرب جبان. مدرب خاف يفتح الملعب، خاف يفتح الملعب ويخسر. منه لو كان فتح الملعب كان ادى الزمالك سكور، كان ادى الزمالك سكور قسما بالله. لعيبه الزمالك مش شايفه. الشوط الاولاني انا ما شفتش محمد الشناوي. انا كنت لازم استغل الحاله ديت. يعني الشوط الاولاني مفيش كوره راحت على محمد الشناوي، انا كان لازم استغل الحاله دي، لازم اروح واسجل واحد واثنين وثلاثه في الشوط الاولاني. لكن للاسف انا ماسك الكوره، باصات كلها سلبيه، من مروان لاكرم لربيعه لداري لكوكا، والف نفس الدايره تاني، وعمالين بنلف في الدايره ديت. في الدايره دي ما بنطلعش بكره لقدام، بسبب ان انت بتلعب لي اكرم ما بيهاجمش، بتلعب لي كوكا ما بيهاجمش، تفهمش. فمدرب جبان. فانت مبسوط بالنقطه وانا عايزك تتبسط بيها، وده حقك، ده حقك، لان انت فريق صغير. انا برضو لما اتعادلت مع فاركو كانوا زيطين، كانوا فرحانين جدا. طبيعي الفرق الصغيره لما تتعادل مع فريق كبير بتبقى فرحانه. فانت بتدل عن عقليتك كواحد زملكاوي. مش كل الزملكاويه على فكره، في زملكاويه زعلانين ان هم اتعادلوا، زعلانين ان هم اتعادلوا. فانت لما تكون شايف فريقك فريق كبير، فانت بتبقى عارف انت هتكسب اي حد، ومش فارق معاك اي حد، وبتنزل قدام اي حد عايز تكسب. ولما تطلع من الماتش متعادل تحت اي ظروف، انت طالع حزين ومتنكد بسبب ان انت طالع متعادل مع اي فرقه، مع اي فرقه. انا كنت رايح العب بالاسيوطي الماتش اللي فات، كنت رايح العب الاسيوطي، ما عنديش فرقه، الفرقه كلها مصابه، وما عنديش اي حد، وما جبت الصفقات ومش عارف ايه. والناس كلها كانت عماله تقول لك الاهلي هيخسر 3 و4 ومش عارف ايه. انا رايح الاستاد وانا هكسب. دول مين دول اللي يكسبوني؟ انا الاهلي، انا اكسب. وتعادلت خارج من الماتش زعلان، خارج من الماتش زعلان ان انا اتعادلت. ده الفرق بيني وبينك. فلازم تعرف حجمك قبل ما تتكلم. انت كزملكاوي لازم تعرف حجمك قبل ما تتكلم. فالحلول، الخلاصه بقى اخر حاجه، الحلول من وجهه نظري، الحلول اللي نازل، لازم حد يتعمل اجتماع مع مارسيل كولر. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ فهمنا انت عايز ايه. انت عايز دلوقتي تمشي؟ اتفضل. عايز تكمل؟ يبقى لا، تعالى بقى ستوب،
انت هتكمل في 1 2 3. انت ليه ما بتلعبش كريم الدبيس شمال باك شمال؟ ليه ما بتلعبش محمد هاني؟ ليه مصمم على المنظر ده؟ واحد زي حسين الشحات مش في مستواه، ليه بتلعبه؟ تعالى واحد زي محمد الشناوي. محمد الشناوي كل ماتشين ليه كارثه، يلعب ماتش حلو ياخد له 10 ماتشات زي الزفت، ليه كارثه. ومعاك شوبير ما شاء الله عليه، ما تلعبه، ليه ما بتلعبوش؟ لازم بقى واقفه في الحته ديت، لازم نقف نتكلم. مفيش حاجه اسمها مجلس الاداره ما بيتدخلش في الفنيات، لا اتدخل. ما هو لما الفريق يبقى بيغرق منك فانت لازم تتدخل، لازم تتدخل وتشوف الراجل ايه مشكلته، ما بيلعبش اللعبه دي ليه؟ ولو هو مش مقتنع بيها هم قاعدين في الفرقه ليه؟ يعني هو لو مش مقتنع بيهم وبيلعبهم غصب هم قاعدين في الفرقه ليه؟ فلا، لازم تقعد مع الراجل، لازم تخلق دوافع للي جاي، لازم تخلق دوافع للفرق. الدوري لسه ما راحش، الدوري في الملعب. الفرق بينك وبين الاسيوطي 3 نقط، لو هم كسبوا النهارده طلائع الجيش يبقى الفرق بينك وبينهم 3 نقط بس، وعندك ماتش لسه معاهم وعندك ماتش تاني مع الزمالك. فلازم نخلق دوافع للفتره اللي جايه. لو مارسيل كولر هيكمل، انا مش بقول لك ان هو يمشي، بس تشوف الراجل لو هو مش قادر يكمل يبقى خلاص. لو انتوا في نيتكم هتمشوه مع اي تعثر جديد، يبقى دلوقتي اجيب مدرب دلوقتي في الوقت الحالي. لسه قدامي على افريقيا شهر، ولسه قدامي 4 منتشر في الدور الاولاني شبه سهلين، فيبقى انا اجيب مدرب دلوقتي اجهزه للفتره الجايه. لكن لو هو مكمل يبقى انا اقعد اخلق دوافع مع الراجل ونشوف ايه اللي هيتم، الكلام هيروح فين وهيجي منين دلوقتي. لكن مش هستنى، ابتدي اشوف اللعيبه ديت، ابتدي اطلع عقوبات، ولازم العقوبات يعلنوا عنها، لازم في عقوبات يتعلن عنها، لازم في لعيبه تريح فتره تتعاقب كام ماتش. واحد زي الشناوي، واحد زي ربيعه، واحد زي حسين الشحات، واحد زي كوكا، يتعاقبوا. حد يقعد مع كوكا يقول له انت كنت بتعمل ايه في نص الملعب؟ انت كنت بتعمل ايه في نص الملعب وانت بتلعب باك شمال؟ انت ليه داخل لجوه كده؟ فلا، لازم يبقى في كلام كتير، لازم يبقى في كلام كتير، عشان احنا كده رايحين في سكه احنا مش عايزينها. وان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، وباذن الله الاهلي معروف حتى لو وقع احنا هنقوم تاني. والدوري بتاع الاهلي ياخد الدوري، بس احنا مش حابين شكل الاهلي كده. والزملكاويه اللي فرحانين، انتوا فرحانين بسبب ان انتوا اخر كام ماتش بتتعادلوا معانا، كسبتوا ماتش والباقي بتتعادلوه، يعني انتوا فرحانين بكده. تمام، انا بقعد بالسنين دايس على وشك مخليك مش عارف تتنفس، دايس على وشك ما بخلكش تتنفس. فدي غلطتي، ان انا انت عامل زي السوسته، طول ما انا دايس عليك كاتم بقك، اول ما بشيل ايدي صوتك بيطلع. فانا غلطتي ان انا رفعت ايدي من عليك، بس انا بقول لك الفتره الجايه هنرجع ندوس تاني، وده الطبيعي بتاعنا. من يوم ما انا اتولدت واحنا دايسين على وشكم، فده الطبيعي بتاعنا. فيا رب التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، وان شاء الله الدوري اهلاوي وافريقيا للاهلي باذن الله تحت اي ظروف باذن الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، لو عجبتك الحلقه ما تنساش الاشتراك في القناه، تفعل زر الجرس، وتعمل لايك على الفيديو دوت. واشوفك في وشكم على خير بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.